كل ما شافوني هاتوا المغرب. كرم المغربي مو مستغرب من أهل الأقادير، أقوم احتراما لكم. أحد يأكل كسكسي 5 الفجر؟ إحنا نقولها بصراحة، المغرب هي السعودية والسعودية هي المغرب. بصراحة قسما بآيات الله كأنه عصير مانجا جميل بساعة غالية علي من أمير سعودي. احنا تقريبا يا جماعة يعني في القعدة الواحدة أكلنا بتاع 4 أو 5 مرات. اقنعني أودي ده كله في بطني زي أنا مش قادر. أنا مشجع للنصر السعودي، ما أنتم مشجع للهلال. جيب الكتاب. يعني تاكل بالسيف، تاكل غصب عنك، المهم هتاكل وخلاص. الشعب المغربي يمكن هو الوحيد من الشعوب العربية أعتقد أنه اللي يعطيك الأكل فترات. شعب مضياف، شعب كريم، خجلتونا بكرمكم. باليوم الكأس الحقيقي للأمم هو شوفة السعودي للمغربي والمغربي للمصري. لضيوفنا الكرام اللهم اجعل مقامهم مقاما محمودا، اللهم اجعل لهما مقاما محمودا. تعالوا بقى نوريكم الكرم بتاع المغاربة وبتاع أهل أكادير. الشيخ ماء العينين، الشيخ ماء العينين بمدينة أكادير. وصل مرحبا، وصل مرحبا، وصل مرحبا. هذا الأستاذ حجازي صاحب محتوى جميل ومن مشاهير مصر العربية، وسعدت فيهم في لقائي بكأس العالم. ولكن الله يهدي محمود، أحد يأكل كسكسي 5 الفجر؟ قلنا يا جماعة الكسكسي بعد صلاة الجمعة، قال أبغى كسكسي. راحوا سوالوا هذا الرجل وأباه، سوالوا كسكسي 5 الفجر. وحقيقة يعني احنا نقولها بصراحة، المغرب هي السعودية والسعودية هي المغرب. أنا اللي وجدته الشعب بس ذبحوني بكلمة، كل ما شافوني هاتوا المغرب. يا رجل معك صاحب كلمة هات المغرب شخصيا. شعب مضياف، شعب كريم، وسعدنا بهذا الرجل النقي الطيب اللي وعدنا تو وبعدين قال تعالوا هناك. جميع الناس وشكرا جزيلا. إن شاء الله انتظروه، وأنا حتبنى هذا الرجل خلال زيارته للسعودية مع والده وأخوه، ويكونوا ضيوف عندي. أنا مشجع للنصر السعودي، ما أنتم مشجع للهلال. جيب الكتاب. ولباس صحراوي ذو أصول موريتانية، لما كانت موريتانيا دولة شنقيط تابعة للمملكة المغربية الشريفة قبل الاستعمار الفرنسي والإسباني للمنطقة. فالضراعة ميزتها أنها يمكن أن تدفيك في البرد ويمكن أن تكون باردة عليك في الصيف، بحيث أبو صالح يا جماعة عايز يلبس الزي الصحراوي. شوف يا جماعة، الله الله يا أبو صالح، الله الله يا أبو صالح. خلاص يا جماعة الماتش الجاي للمغرب أبو صالح هيطلع كده. ده سبق حصر يا جماعة، ده سبق حصر. أبو صالح هيبقى كده في الماتش الجاي إن شاء الله. في ضيافة عثمان ماء العينين، وخجلونا بكرمهم وطيبتهم وأخلاقهم. وأقولها بصراحة، الشعب المغربي الكرم والطيبة والاحترام للسعودي. وإحنا كل يوم يا مر الفطور يعزمونا، الغداء يعزمونا، العشاء يعزمونا. ومحمود ما يحب إلا الكسكسي، وما يأكل كسكسي إلا 5 الفجر. أحد يأكل كسكسي إلا الجمعة بعد صلاة الجمعة، قال أبغى كسكسي، جابوا له كسكسي. إحنا في أكادير، أكادير الحب، الكرم، الطيبة، الرجولة، الشهامة، أمثال هذا الرجل. وحقيقة يعني حقيقة أنا أقولها بصراحة، أقف احترام لأهل أكادير اللي أحبهم وأقدرهم، من ضمنهم هذا الرجل. يبغانا الحين نعيد الكرة، وحيد من أعز الأصدقاء وتشرفت فيه، وهو من عرفنا على هاي الرجال. الحمد لله. دي يا جماعة آخر عزومة هنا في أكادير قبل ما نمشي إن شاء الله نرجع للرباط تاني. ده كرم المغرب يا جماعة وكرم أهل المغرب. يا جماعة احنا أكلنا مرة وما عدناش قادرين ناكل، فبقول لك ده عندكم هناك هتاكل تاني. يعني أكلنا فراخ دجاج وعايز يأكلنا لحم الجمل تاني. طب نستنى ساعة نهضم، طب ننزل نجري شوية نهضم الأكل الأول. الله يحفظك، والله يكرمكم يا جماعة، هو ده الكرم. شوفوا أرض الواقع عاملة إزاي، شوفوا أرض الواقع عاملة إزاي. الله والديكم، وأنتم يعني
خجلتونا بكرمكم. لا والله أنا بشكر الشعب المغربي عامة بصفة خاصة، وإخواتي هنا. الضيافة دي أنا قلتها يمكن في كذا قناة مصرية ومواقع وجروبات كتيرة. الشعب المغربي المضياف، الشعب المغربي الجميل اللي هم أزروا منتخب مصر بجد بكل قوة، ده حقيقة يعني. شكرا لحضراتكم والله. ما احنا كلنا مرة، والتانية والتالتة بقول لك لازم تزيد الكسكس. يعني هذه رابع وجبة الآن واحنا إلى المستشفى أنا والعبد ما انا ما كنتش قادر يعني، يقول لك تاكل غصب عنك، لازم تاكل. هذه رابع وجبة. فهو ده كرم المغاربة، وبنشكرهم، ومش عارف مهما نقول مش هنوفيهم حقهم. الله يحفظكم بجد. انا مش قادر اتكلم من كتر الاكل، يعني انتوا شايفين الصوت بقى طالع بالعافيه من كتر الاكل. بصراحة قسما بآيات الله كأنه عصير مانجا. جميل جميل. هب لنا كساني انا ومحمود. انت ما تدري راح المستشفى محمود امس. اليوم انا اكرم هذا الرجل بساعة غالية علي من امير سعودي. ما تبيعها. لا ما تنباعوا. انا اللي حبيعها يا ابو صالح. محمود انا اللي حبيع الساعه، انا اللي حبيع الساعه. اتشرف اني اقدم كتاب مشوار العمر ويحمل صورة خادم الحرمين الله يحفظه في لقائي اللي تشرفت فيه لهذا الرجل النقي، هذا الرجل الطيب اللي شرفنا ان نعرف هذه العائلة الكريمة. احنا تقريبا يا جماعه يعني في القعده الواحده اكلنا بتاع 4 أو 5 مرات، وفي الاخر خالص بقى جايب لك ده تحل بيه. طب نودي فين يعني؟ انت اقنعني اودي ده كله في بطني ازاي؟ انا مش قادر يعني. تاكل بالسيف، تاكل غصب عنك، المهم هتاكل وخلاص. وحقيقة يعني انا ما ادري يعني الشعب المغربي يمكن هو الوحيد من الشعوب العربية اعتقد انه اللي يعطيك الاكل فترات. يعني احنا في السعودية نضرب الكبسة واللبن والنام. في المغرب او مصر الطعمية والفول والكباب ثم تريح. هنا مرة، مرتين، 3، 4، 5. والكرم المغربي مو مستغرب من أهل أكادير. شكرا أهل أكادير، أقوم احتراما لكم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدي ضيوفنا الكرام. اللهم اجعل مقامهم مقاما محمودا، اللهم اجعل لهما مقاما محمودا، اللهم يسر أمرهم واشدد أزرهم واغفر ذنبهم من كتر الاكل. بصراحة قسما بآيات الله كأنه عصير مانجا. جميل جميل. هب لنا كساني انا ومحمود. انت ما تدري راح المستشفى محمود امس. اليوم انا اكرم هذا الرجل بساعة غالية علي من امير سعودي. ما تبيعها. لا ما تنباعوا. انا اللي حبيعها يا ابو صالح. محمود انا اللي حبيع الساعه، انا اللي حبيع الساعه.